بعد أن قامت السلطات المحلية اليوم بمدينة مراكش بإغلاق محل مول الحوت المعروف بعبد الإله مراكشي مول الحوت، لم يتمالك هذا الأخير نفسه وخرج في فيديو مؤثر يوثق للحظات استسلامه نهائيا من قرار بيعه للحوت بثمن مناسب يناسب القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وعلى رأسها ثمن السردين ب5 دراهم للكيلوغرام الواحد. جاب الله كيخلص، الله كيعوض كلشي. راه ما تينسحب الا الشجاع. اش نقول انا راجل عندي راسي دازو قبال مني. وشار الإغلاق زوال اليوم الثلاثاء بعد أن حلت لجنة مختلطة بالمحل معاينة وضعية السلع المعروضة، وعاينت اللجنة المختصة طريقة تخزين الأسماك والظروف التي يتم فيها عرضها قبل أن تقرر اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المحل. وقد كان عبد الإله مول الحوت قد أكد سابقا أنه يتعامل مباشرة مع الصيادين في الموانئ، مما يمكنه من بيع الأسماك بأسعار منخفضة بهامش ربح لا يتجاوز درهمين للكيلوغرام، بدلا من التعامل مع الوسطاء والسماسرة الذين يرفعون الأسعار وهم ما يعرفون بالشناقة. صحيح أنه استسلم عبد الإله مول الحوت وأوقف مبادرته، ولكن من النتائج المبشرة لهذه المبادرة هو إعلان وزارة الصيد البحري عن مبادرة الحوت بثمن معقول التي تهدف إلى توفير 4000 طن من الأسماك في 40 مدينة مغربية خلال شهر رمضان المبارك لضبط الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين. فشكرا لك أيها المواطن الشريف الحر على هذه المبادرة.